ألم في المفاصل أو في الركب. يا الركب، يا المفاصل، يا الظهر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. في هالبناس رابطة رمضان طول بيجيها ألم في المفاصل وفي الركاب ومش قادرة تصلي التراويح وديما تشكي من ظهري ما نقدرش وجع هلبة راهو فاشل. هذه أعراض هالبناس تعاني منها. نقول لك شي سببها. نقول يعني أول ما يجي رمضان ونبدأ الصيام تجي تكتر علي الأعراض هذه هلبة. الموضوع بسيط جدا، وركز في المعلومات اللي بنقولها هذه باش تتخلص من اللقطة اللي تصير لك هذه بالضبط، وبنعطيك علاج بسيط كان انت استحقيته. عالج روحك بطول. خليك معي. اولا الجفاف اللي يصير للجسم اللي هو علاش احنا نقعدوا من 12 ل 14 ساعه صايمين، فطبيعي بيبدا في جفاف ويبدا الميه تنقص في الجسم. فهذا شو بدير ان السوائل لما تنقص على الانسجه بتقلل المرونه بتاعتها وفي نفس الوقت تزيد في التقلصات. في سبب تاني اللي هو شنو؟ ثبت علميا ان الانسان الطبيعي محتاج من 6 ل 8 ساعات ينامهم علشان مخه يرجع نشيط وجسمه يرجع نشيط ويقدر على الشغل من تاني. طب واللي بتنام 16 ساعة؟ لا، ده يا اما حيوان الكسلان يا اما بتجرب تموت، ملهاش حل تاني. في شهر رمضان الصبح كله راقد مقعمز في الحوش، ما تبيش تخدم، ما تبيش تطلع، فاشل. هذا كل شيء ان المفصل يقعد في مكانه ما يتحركش، فالمفصل زي اللي يصير هيك تيبس بسيط. فانت في هذاك الوقت تموت تفطر تبي تمشي تصلي التراويح يبدا في حركه للمفصل. المفصل لما يبدا يتحرك معك يبدا في الم، لانه هو ولا فتره ما يتحركش، ولما يبدا يتحرك في الم. فهذا السبب. فحاول انك انت في نهار رمضان اطلع تحرك، ما تخليش المفصل او جسمك مرتخي. فهذا سبب من الاسباب. واحتمال كبير يبدا عندي نقص حتى في شيني مغنيسيوم، بوتاسيوم، صوديوم. هذا علاش على خاطر ننقص الميه والسوائل في الجسم. فهذا شيء طبيعي منا يبدا فيه تقلصات ويبدا فيه الام في المفاصل او في العضلات. السبب الرابع والاخير اللي هو اكثر شيء، اديني يا حسين شويه سلطه من عندك. حط يا ابني شويه كويسين بسرعه. ايوه، حته جبنه من قدامك يا بابا. محمود اديني 15 بيضه من عندك. سميته قبل ما تاكله. الماكله بعد الفطور. تعرف لما تفطر وتاكل هذيك الماكله الدسمه، الوجبه الدسمه هلبة، ما عادش تقدر تتحرك بعدها نهائيا. بتقول لي علاش انا المفروض لما ناكل ننشط ويبدا اموري تمام؟ لا، انت لما تاكل وتعبي البطن، الكرشه هنا تتعبى، الدم وتدفق الدم يبدا كله في البطن هنا، فجسمك كله يرتخى، ما عادش عندك قدر لا تتحرك لا تمشي ولا تفكر ولا تدير اي شيء. حتى في صلاه التراويح تبدا شاد هيك وبترقد على روحك، ولا بتبدا شيني المفاصل والركاب في السجود والنهوض يبدا في الم هلبة عندك فيه. هذه واحده من الاسباب. فمعناها نحسنوا من الاشياء اللي تكلمنا عليها. ولكن لو شخص كبير في العمر او عنده مشاكل والمشاكل هذه صعبه شويه وزادت معاه، في منتج تكلمت عليه فيما سبق وهنتكلم عليه توا يساعدك في الامور هذه، اللي هو هذا اللي هو الايجي فريز. المنتج هذا عبوه صغيرونه جدا، هي عبوه صغيره. العبوه هذه خذ منها طشه صغيره بس. اكثر اماكن يفيدك فيها الدواء هذا او الجله هو اللي هو الركبه، يبدا فيها تيبس هنا، او عندك البطاط في رجلين اللوطه ممتاز جدا ليهم، او عندك الكتاف، حتى هم الكتاف ياثر عليهم بشكل كبير جدا، او حتى المفاصل الصغيره مثلا زي الصوابع رجلين او اليدين ممتاز جدا ليهم. موضوع عرق النساء مش هيفيدك هلبة بس. فركزنا على المواضيع هذه وتكلمنا على شو سببها، وان شاء الله لا بس عليكم وربي يحفظكم. السلام عليكم.